في عصر كانت فيه الحقيقة مجرد ظل، وكانت فيه الأسرار أكبر من البشر. ظهر شاب واحد غير كل شيء بدون ما ينطق جملة كاملة. اسمه كاسبر هاوزر، الشخص اللي خرج من العدم واللي وجوده وحده خلق عاصفة من الشك والخوف والفضول. في صباح بارد من سنة 1822 دخل فتى مجهول لمدينة نورنبرغ. خطواته كانت ثقيلة مترددة، بحال شي طفل كي يحاول يمشي لأول مرة. ملابسه قديمة، عينيه كيدور على كل شيء وكأنه كيشوف العالم لأول مرة. كان كيقول فقط: أريد أن أكون فارساً مثل أبي. نفس الجملة بصوت فارغ بلا مشاعر، بحال آلة تبرمجت على كلمة واحدة. منين سألوه: فين كنت ساكن؟ منين جيتي؟ منين عرفتي طريقة المشي وسط الناس؟ جاوبهم بجملة واحدة باردة: كنت في غرفة مظلمة، دائما مظلمة. حكى لهم أنه عاش سنوات كاملة فمكان ضيق، مكان بلا نوافذ، بلا أبواب واضحة، بلا ضوء. قال أن الطعام كان يوصل ليه بصمت، وأن الشخص اللي كيدخل عمره شاف وجهه. كان يسمع خطواته، يشم ريحته، ولكن اللقاء الحقيقي مستحيل. رغم هذه السنين ديال العزلة، كان كاسبر عبقري بطريقة تخوف. قدر يتعلم الكتابة بسرعة خارقة، يتعلم اللغات، يفهم الرياضيات، وكأنه عقله كان جاهز ولكن محبوس. هنا بدأ الخوف الحقيقي بين الناس. كيفاش فتى عاش في ظلام كامل يقدر يفهم العالم بهذه السرعة؟ كيفاش عقله منظم بحال عقل واحد دار؟ سنوات من التدريب، كيفاش كيبان فيه أثر التربية النبيلة وهو كيقول إنه ما كانش يعرف حتى شكل البشر. بدأت إشاعات كتنتشر: وش هو ابن عائلة ملكية تم إخفاؤه باش ما يرثش العرش؟ وش هو ضحية تجربة سرية؟ وش شي جهة قوية كانت كتربيها بعيدة على العالم؟ حتى وصل لسن معين، ولكن قبل ما شي حقيقة تطفو ظهر أول هجوم. فنهار غير متوقع دخل شخص مجهول للغرفة اللي كان ساكن فيها وضربوا على راسه بآلة حادة. كاسبر وقع والدم كيسيل، ولكن بقى حي. قال فقط: كان نفس الرجل المجهول. بعدها السلطات زادت الحماية، ولكن الغريب هو أن كاسبر بدأ يشعر أنه مراقب، وكان كيتصرف بحال شخص عارف أن نهايته قريبة. وفي يوم شتوي آخر تلقى رسالة غريبة من شخص مجهول، طلب يشوفه في حديقة مهجورة، ومع ضعف شخصيته وميله الفضولي مشى للقاء. الدقائق اللي تبعت كانت آخر لحظات لغزو على قيد الحياة. شخص مقنع، طعنة واحدة وبقايا كلمات قطعتها الدماء. رجع للبيت يترنح قبل ما يطيح وينطق آخر جملة ما زال الباحثين كي يحاولوا يفهموها: السر كان دائما قريبا ومات معه السر الكبير، وماتت معاه الحقيقة اللي العالم كله كان كيتسنى يسمعها. ومن ذاك النهار بقى كاسبر هاوزر واحد من أعقد وأغرب ألغاز التاريخ. شخص خرج من الظلام وعاش وسط الشك ومات داخل نفس الغموض اللي جاء منه. قصة ما عرفها حتى واحد كاملة، وحقيقتك ما قدر حتى واحد يحل شفرتها. وبين الظلام والنور بقى اسم واحد كيخاف وكيكذب: كاسبر هاوزر. ما